أحبتي أينما كنتم. دوري نجوم العراق الجولة الأولى. الطلبة يفتتح مشواره بانتصار ثمين. إثارة الأهداف تحضر في قمة نوروز والكهرباء. أمانة بغداد يسجل أولى الخسائر في الموسم الجديد. استطاع فريق الطلبة أن يبدأ مشواره في الدوري العراقي الممتاز بأفضل طريقة ممكنة بعدما حقق فوزا ثمينا على زاخو بهدف نظيف. الهدف جاء في الدقيقة 21 بتوقيع اللاعب زايد إسماعيل ليمنح فريقه أول 3 نقاط في الموسم. هذا الانتصار حمل أهمية مضاعفة خاصة بعدما كانت هناك مخاوف كبيرة حول مشاركة الأنيق بسبب مشاكل مالية وعدم الحصول على الرخصة، لكن الفريق رد على كل الشكوك في أرض الملعب. القمة بين نوروز والكهرباء حملت كل معاني الإثارة، حيث انتهت بفوز نوروز بنتيجة من 3-2 بعد مباراة مجنونة في دقائقها الأخيرة. البداية جاءت مبكرة بتوقيع جيتن لورا في الدقيقة 8 لصالح نوروز. عاد الكهرباء بقوة وعدل النتيجة في الدقيقة 80 عبر لوكاس اسكويردينو، لكن الدقائق الأخيرة حملت الانفجار الهجومي. محمد رضا أعاد التقدم لنوروز في الدقيقة 89. أسوي رستم عزز النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 9:5 قبل أن يقلص منذر رحيم الفارق للكهرباء في الدقيقة 9:6 لتنتهي المواجهة المثيرة بفوز نوروز وخطفه أول 3 نقاط. أما فريق أمانة بغداد فكانت بدايته متعثرة بعدما تلقى خسارة أمام ديالي بنتيجة من 2-1 في افتتاحية الدوري. ديالي تقدم أولا عبر وكاع رمضان في الدقيقة 66. أمانة بغداد أدرك التعادل بواسطة جبار كريم في الدقيقة 78، لكن فرحة التعادل لم تدم طويلا، حيث خطف أيمن محمود هدف الفوز لديالي في الدقيقة 83 ليخرج فريقه منتصرا ويحصد أول 3 نقاط.